السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا شباب معنا درس مهم جدا بالذات المبتدئين عشان نميز الأكتاف والمفاتيح اللي بالأورج. كيف نعرف الصول من الري من الميم من الفاء. هناك في خريطة وفي قاعدة معنا دائما معنا. لو تلاحظ في الأكتاف 2 سود و3 سود، هذا تخلينا نفرق بين الأصابع. أوكي، قائمة السود الاثنين السود يبدأ أول منن الدو. شوفوا كم دو عندي، هذه كلها دو موحدة، بس اللهم أنها يعني جواب جواب الجواب جواب جواب الجواب أو قرار. فالاثنين السود تحتهم 3 مفاتيح، 1 2 3. هذا تحت الاثنين السود، و3 السود لهم 4 مفاتيح، 1 2 3 4. اوكي، لما نبدا نسميهم مثلا الاثنين السود اول واحد يبدا دو ري والمي. خلاص انتهينا من هذولا الاثنين السود، دو ري مي. ال3 السود يبدأين فا صول لا سي، فا صول لا سي. الان انا لما اقول لك مثلا الدو على طول بتعرف الدو، بتميزه بين الثنتين، بين الثنتين السود. اوكي، بقول لك لا على طول لا، بتميزه بين الثلاث السود. السي صول سوري صول الفاء زي ما قلنا دو ري مي، هذه الثلاثة مع الاثنين اللي فوق. هذا جروب واحد. اوكي، جاء معنا الجروب الثاني اللي هو الفاء صول لا سي، هذه الجروب الثاني من الثلاثة السود. اوكي، السود نحن اذا كان انت بتعزف نحن نسميه دائما ديز. لما يكون مثلا مثلا دو ديز ري، بنقدر نقول له هذا ري متى؟ بنقول له ري بيمول لما يكون تابع. لا، هذا موضوع ثاني بنتكلم فيه. لما يكون تابع للمي، مي ديز مي بيمول على طول برجع له هنا. فهذا موضوع ثاني بتكلمه بدرس ثاني، بس انا حبيت اشرح لكم فكره المفاتيح كيف ترتيبها. الاثنين السود بالثلاثه اللي تحت البيض، والثلاثه السود باللي تحتها الاربعه البيض. حلو. فالاثنين السود بدايتهم الدو، الثلاثه السود بدايتهم الفاء، وكذا تقدر تتعامل مع الاورج. دو ري مي حالة، فا صول لا سي لحالها. اوكي، مثلا هذا فا ديز، صول ديز، لا ديز سي. اذا عكسنا هذا نجيبه بطريقة العكس، سي بيرجع هذا ما عاد بنقول له ديز، بنقول له سي بيمول عكس. ان شاء الله هذا بندخله في دروس ثانيه، بس الان انا حبيت اشرح ووضح طريقه فرش المفاتيح زي ما قلنا. الاثنين السود الجروب الاول، وهذا الجروب الثاني. الجروب الاول مكون من 3 بيض، والجروب الثاني مكون من 4. دو ري مي الجروب الاول، الجروب الثاني فا صول لا سي. انتهينا منهم، وان شاء الله انه يكون الدرس واضح وبسيط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.